GAP's model of service quality. gap number 5 ودي آخر واحدة اللي هي communication gap. الثغرة أو الفجوة المرتبطة بعملية التواصل أو الاتصال مع العميل. Difference between service delivery and the service provider's external communication. السيرفيس بروفايدر أو مقدم الخدمة بيحصل فيه نوع من أنواع الاتصال ما بينه وما بين العميل، وبيبقى فيه expectation أو توقع معين للعميل أثناء السيرفيس delivery أو أثناء توصيل الخدمة. يعني في طبعا أشياء معينة أو triggers زي ما قلنا قبل كده بتحفز فكرة التوقع عند العميل، زي مثلا إيه؟ الادفيرتايزنج، الإعلان، البروموشن، الترويج، عمليات الإعلانية والترويجية، حتى الفوتوغرافز يعني الصور المعروضة للعميل عن الخدمة بتخليه إن هو يتوقع أو يتخيل الخدمة بصورة معينة قبل ما يروح يستهلكها. حتى كمان الستيتمنتس أو التصريحات اللي بيقولها مثلا الكاستمر سيرفيس ريبريزنتيفز أو ممثلي خدمة العملاء لما بيجوا مثلا يكلموا العميل عن الخدمة أو السيرفيس فيتشرز أو ملامح أو مواصفات الخدمة ومميزاتها. في بعض الستيتمنتس أو بعض الاد مسجز أو الرسائل الإعلانية أو الترويجية بتعمل حاجة ساعات اسمها over promising أو وعد مبالغ فيه. الأوفر promising مشكلته في إنه بيعمل حاجة اسمها over expectation أو توقع مبالغ فيه لدى العميل، فيجي ساعة السيرفيس ديليفري أو أثناء توصيل الخدمة يلاقي إن الخدمة لم يتم تحقيقها بالطريقة اللي تم وعده بيها، فبيحصل حاجة اسمها broken promises يعني أو الوعود اللي هي يعني لم تكن بدرجة عالية من الدقة أو المصداقية بالنسبة للعميل، فبيبقى disappointed، بيبقى محبط. فدايما يتقال إنه المفروض يكون في يعني promises أو وعود إيجابية طبعا، لكن بلاش الوعود المبالغ فيها، لازم الوعود تكون متسقة أو متوافقة مع إمكانيات مقدم الخدمة وقدراته الحقيقية عشان ما يحصلش المشكلة اللي احنا بنقولها دي. طيب في حاجات على فكرة كمان ممكن تعمل الاكسبكتيشن او التوقع العالي دوت اتجاه الخدمة، زي مثلا الهاي برايسز او الاسعار المرتفعة. يعني الواحد لما يروح مكان خدمة ويلاقي السعر مرتفع بيكون متوقع اكيد ان الخدمة عالية الجودة، هاي كواليتي سيرفيس، ما هو مش معقولة يبقى سعر مرتفع وخدمة جودتها منخفضة. فدي برضو من الحاجات اللي بتكون توقعات معينة لدى العميل. طيب الكوميونيكيشن او التواصل مع العميل بيكون من خلال تاتش بوينتس كتيرة. يعني مثلا عندنا الويب سايت، الموقع بيوصل رسائل للعميل عن الخدمة، الايميل، السوشيال ميديا بلاتفورمز او منصات التواصل الاجتماعي بيتم مثلا الحديث فيها عن الخدمة، وحتى التي في كوميرشلز مثلا، اعمال الدعاية والاعلانات من خلال التلفزيون، زي ما قلنا الايميل ماركتنج كمان من خلال الايميلز. كل دوت من التاتش بوينتس او نقاط التواصل مع العميل سواء بشكل مباشر او غير مباشر، بالاضافه للهيومنز كمان او زي ما قلنا كاستمر سيرفيس ريبريزنتيفز او ممثلي خدمه العملاء. المفروض بقى التاتش بوينتس دي كلها او نقاط التواصل مع العميل لازم يكون فيها حاجتين اساسيتين، حاجه اسمها الكونسيستنسي اوف مسجز او ان الرسائل تكون متسقه. يعني ما ينفعش كل مكان او كل مصدر من دول يكون بيدي رساله مختلفه، لازم يكون في نفس الرسالة بالظبط بترسل من خلال جميع الوسائط. الحاجة التانية accuracy of messages أو دقة الرسائل، يعني مش عايزين false information، مش عايزين معلومات خاطئة، مش عايزين misleading information أو معلومات مضللة. بس فده كان آخر جاب من الجابس موديل of service quality. شكرا لحسن استماعكم ليا.